الخسارة عمرها ما بتكون نهاية الطريق. أنا بسمة العطار، ده بودكاست مشاريع خسرانة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مشاريع خسرانة. النهاردة معانا ضيف مميز يعتبر من أحد أعلام المجال بتاعه، مجال الإيفنت مانجمنت. معانا موسى وطالب. أهلا وسهلا بيك يا موسى. اهلا وسهلا. ازيك، أخبارك إيه؟ كله تمام. عرفنا بنفسك كده في أول حلقة. انا اسمي موسى ابو طالب. عندي شركه اسمها ايفنت هاوس. ابتديناها سنه 2012. تمام. ودي جزء من مشاريعنا في الوقت الحالي. تمام. وهي دي اللي فيها حكايات كتيره، وهنرجع برضو بالسنين كام سنه كده نتكلم على حبه مشاريع خسرناها برضو. طيب، هي المجال بتاعها بتعملوا ايفنتات او بتنظموا حاجات يعني في الشركة، او يعني مجال الشركة اكتر ايه؟ احنا التخصص بتاعنا مينلي الكوربريت ايفنتس، اللي هي الايفنتس الخاصه بالشركات. هو ده التخصص المين بتاعنا. تمام. وده بيمثل مثلا 70-80% من شغل الشركه. تمام. طيب، انت اكيد فاكر اول حاجة انت عملتها في حياتك وخسرت. دايما اول مشروع الشخص بيعمله وبيخسر او الدنيا ما تمشيش فيه بيعتبر علامة في حياته، بيسيب له كده سكار في حياته. فانت كلمنا عن اول مشروع انت فاكره والدنيا ما مشيتش فيه. بصي، هو الفشل كتير، بس انا ما باخدوش ان هو فشل خالص. صحيح. هو نوع من تصحيح الطريق. كل شويه تبقي ماشيه في حته فيجي لك تجربه، مش هنقول نجحت تتعلم منها. بالنجاح المظبوط، امم. بس بتورديكي في سكه تانية خالص. صحيح. فابتدت من واحنا في المدرسه. انا نعم، دايما كان بدري. عندي كده حب الموضوع الايفنتس والحاجات، وابتديته من ساعتها. دايما كنا في ثانويه عامه في موضوع دايما البروم والجراديويشن ايفنتس والحاجات دي. تمام. واحنا كنا في مدرسه اولاد وكلنا خناشير شويتين ثلاثه. تمام. بس كان عندي غيره معينه كده، هو احنا ليه ما عندناش بروم او ليه ما ما عندناش بنعملش حفلة تخرج لينا خالص. فابتدينا، دي كانت اول حاجه اعملها. فكرت اعملها ازاي، نزلت بصيت على اوتيل ونزلت بصيت على حاجات وكان عندي تهيؤات ان انا ان شاء الله هنجح في الموضوع ده. ودي كانت اول تجربه فاشله بالنسبه لي خالص، لان ما حدش من ال100 خريج كان انترست اصلا ان هو يروح. تمام. فبعد ما صدمة. احنا كنا خططنا للموضوع اكتشفت ان الموضوع دوت افشل حاجه في الدنيا. طب يعني ده المفروض حاجة جديدة عليهم، يعني ليه ولا واحد من 100؟ بصي، ما اعرفش، ما كانتش كده. ويمكن عشان احنا كنا مدرسه اولاد بس، فكان الموضوع هيبقى دمه تقيل قوي. ولاد في فعشان بعضهم. كده فكرنا ان الموضوع مش هيمشي اول حاجه. تمام. وبعد كده التجارب بقى توالت في حاجات كتير قوي. بس يخليني برضو اقول على حاجة هنا. بلاحظ دايما ان الناس الناجحة في حياتها، او اللي على الاقل بتحاول دايما في النجاح، بتكون ابتدت بدري شوية. يعني دايما حتى انا مع بنتي او بشوف ناس كتيرة جدا انها بتبتدي من وهي في مدرسة او في الجامعة انها تشتغل او تحاول. انت شايف برضو ان ده بيفرق في شخصية الواحد ان هو يبتدي بدري؟ بصي، زمان كنا بنبتدي بدري وما كانش عندنا اختيارات كتيرة قوي. دلوقتي للأسف واللي احنا بنشوفه في حياتنا ان الناس بتفتكر ان السامر تريننج وان هم يعملوا انترنشيبس والحاجات بقت رفاهية. بيكتشفوا ان هم خاطئين فيها شوية لما بيكبروا. وده اللي احنا بنشوفه اليومين دول. فانا ابتديت من وانا في الجامعة، كنت بشتغل سيلز في مجلة. ومن ساعتها ابتدت حب المجلات بالنسبة لي، واكلمك فيه برضو كمان شوية، لان ده برضو كان تجربة لطيفة جدا. وده كان اول برايفت بزنس ليتر انا اعمله في حياتي. طب احكي لنا بقى يعني. نبتدي الحكاية. ابتدي الحكاية. طب انا كنت موظف في شركة اتصالات، او شركة بتاعة اتصالات، مش شركة اتصالات شخصيا يعني. وابتديت هناك، وكنت رحت بصراحة بواسطة. في السيلز يعني ولا؟ لا، كنت رحت على برضو السبونسرشيبس اند ايفنتس. اوكي. وربنا سهل لي كده وكرمني بشخصية من احسن المديرين اللي ممكن الواحد يقابلها في حياته فعلا. وكانت بالنسبة لي برضو تيرنينج بوينت في حياتي. التعليم اللي اتعلمته خلال الفترة ديت، الاكسبوجر اللي الواحد اخده في المكان دوت، خلى بعد كده الموضوع يبقى لطيف جدا. بس طول عمري كنت بفكر طب امتى هننط من المركب. مش يعني بعد رابع او خامس سنة كان
الوقت مناسب جدا ان كده. انت تسيبها شويه. بس كان في نفس الوقت كان نفسي اعمل برايفت بزنس، وكان عندي 2 من اصدقائي المقربين ليا جدا جدا جدا، وابتدينا سنه 2004 اول تجربه ان احنا نعمل شركه خاصه. تمام. وابتدينا بمجله. المجله دي مش موجوده دلوقتي، بس كانت مجله اسمها الاستاد، مجله رياضيه شهريه. تمام. وابتدينا ان احنا 3 شركاء واوفيس بوي. والمجله دي ابتدت، طبعا كان عندنا حبه عكوسات فيها شويه، احنا مش فاهمين اي حاجه خالص، بس كانت ظروفها لطيفه، وفي كل يوم فيها كان في تجربه مختلفه. هحكي تجربتين، واحده حلوه وغريبه جدا، وواحده النهايه الحتميه. احنا المجله ديت اضطرينا نقفلها سنه 2010. قعدت 6 سنين. قعدت 6 سنين عشان احنا ما كناش شايفين بعد كده بوتنشال. كان الموضوع الديجيتال والترانسفورميشن ابتدى، واحنا ما كناش جاهزين له. بس ابتدت ازاي؟ ابتدت ان انا برضو كنا فاكرين ان احنا عارفين كل حاجه، وابتدينا نكلم السبونسرز بتوعنا او الكلاينتس اللي نعرفهم، وكان عندنا حاله من الفشل الفظيع. محدش راضي يعني يجي يعمل اعلانات محدش بيعلن عندك قوي من الاول. طبعا. وبعدين بالصدفه كده كلمت والدي وقلت له انت تعرف ناس كتير، فعايزك ترشح لي حد يساعدني في الموضوع ده. تمام. هقول الاسم وبعد كده انت ممكن في الادب تشيليه، بس يعني براحتنا. لا مفيش مشكله. بس رحت للاستاذ محمد منصور. تمام. اخو الاستاذ ياسين منصور. ورحت له بواسطه جدا من والدي، وكلمه ورحت له قلت له انا بعمل مجله اسمها الاستاد وكذا 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 وكذا، واحب جدا ان انتوا تكونوا معانا كمجموعه منصور. تمام. يوميها قال لي حاجه غريبه جدا. قال لي طب جميل يا موسى وكده 100 100 ان شاء الله ننزل مع بعض ونشتغل مع بعض قريب. قلت له طب اتابع مع مين؟ قال لي لا يعني ان شاء الله احنا هنبقى نكلمك. وسابني سنه محدش كلمني. سنه يعني 12 شهر ب 12 عدد. وبعد 12 شهر افاجئ بمدير مكتب الاستاذ محمد منصور بتكلمني. استاذ موسى ايه الاخبار؟ تنورنا في المكتب وعادي. تمام. رحت قعدت معاه، ولما رحت كان عنده المجلات على مكتبه. فضل يتابعكم سنه تقريبا. وبعد كده قال لي يعني طبعا بعد ما قال لي احنا ان شاء الله احنا هنشتغل مع بعض، فانا سالته السؤال الفضولي جدا ليه سنه. فقال لي بص، لو انا كنت نزلت معاك اول مره انا كنت هجاملك وهجامل الوالد. كانت هتبقى مجرد مجامله، بس انا شايف كنت مشروع يمكن ينجح. فكنت حابب اشوفك هتعمل ايه، هل هتزهقوا، هل هتيأسوا، هل كذا 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 كذا، ولا الدنيا هتمشي. تمام. وقد كان، والدنيا مشيت كويس قوي. ومن بعدها فضلوا معانا تقريبا من سنه 2005 ل 2010 معانا في كل عدد. النهايه الحتميه الطبيعيه ان احنا ما كملناش، لان احنا شفنا ان البوتنشال مش هيكمل قوي بالصوره ديت مع الديجيتال. وبالصدفه ان احنا قفلنا ديسمبر 2010 و2011 حصلت تغييرات كتيره قوي في البلد، فما كده كنا ما كانش هينفع. فدي كانت اول تجربه. يعني اول تجربه نقدر نقول ان كان سبب الخساره هو تغيرات في السوق، تغيرات في نقدر نقول في السيكتور، في القطاع نفسه. والله انا شايف ان دي ما كانتش خساره على قد ما هي صحيح، ده حقيقي. طبيعه الحال ان الدنيا بتتغير. بالظبط. الخساره بقى ابتدت لما ابتدينا جات لنا فرصه ان احنا نعمل كونسرت لسكوربيونز في الهرم سنه 2005. تمام. وبطابع الحال ان انا كنت بشتغل في الايفنتس، فانا كنت فاكر ان انا ملم بيها جدا. بس في الوقت ده انا كنت من جانب العميل، انا عمري ما كنت ايجنسي. صحيح. ودي بقى كانت التعليم كله بقى. اليوم دوت ابتدى ان احنا جايبين باند كبير قوي الماني معروفين في كل حته في العالم عشان يغنوا في الاهرامات. تمام. ابتدت بقى المشاكل من وقت ما الجمارك بيكتبوا على الجيتار بتاع الراجل بقلم ما ينفعش يتشال من عليه، ومبلغ بقدره جدا جدا جدا. لحد ما اليوم دوت تقريبا انا بت في الاسم.
يا نهار ابيض، الموضوع تطور ليه؟ فده كانت بدايه ايه، احنا ما كناش نعرف فعلا الايفنتس ايجنسيز بتشتغل ازاي، البروسيس ماشيه ازاي. ما بقولش ان في حاجه مشيت غلط، بس احنا ما كناش فاهمين، كانت قله خبره. قله خبره. فخلصت، بس خلصت بتعليم جامد مرعب قوي. ساعد بعد كده في الترانسفورميشن اللي حصل بقى في شخصيتنا من 2006. الكويس ان انتوا استمريتوا في نفس، يعني ما مش يئستوا مثلا قلتوا لا هنشوف سيكتور لا تاني. دي كانت البدايه. فاحنا ابتدينا سنه 2006 بقى الايفنتس ايجنسي، وكان معايا البارتنرز بتوعنا. وحصل برضو كل حاجه ممكن تحصل في اي دنيا. حصل شراكات، حصل ان الشيطان دخل بينا، وانا من اوائل الناس اللي كنت من المتذمرين من الشراكه فعلا. لحد ما اكتشفت ان انا اللي غلطان فعلا. يعني انا في يوم رحت قلت للشركه بتوعي، وناس احلى حاجه في الدنيا يعني، انا شايف ان احنا النسب لازم تتغير، وانا شايف ان انا بعمل مجهود كبير جدا، واكتشفت ان انا غلطان غلط فظيع. هو ربنا ساعات بيبارك الشراكات باللي فيها. صحيح. وكل واحد مهما احنا فاكرين ان هو ممكن يبقاش مجهوده واضح، بس هو مؤثر جدا. طبعا صح. فزي لعيب الكوره، انت بتقولي ان الجون دوت ممكن ما يكونش الكوره بتجيله كتير، بس لما بتجيله انت محتاجاها. صحيح بالظبط. يعني ممكن ما يقولكيش انا مالياش دعوه، ده انا قاعد 90 دقيقه الكوره ما بتجيليش غير 4 مرات. صحيح، بس لما بتجيله بيهدف، عنده دور كبير. فمهم قوي 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 ان برضو الواحد يبقى عارف هو داخل على ايه، وعارف الشراكات دي بتساوي ايه، ويقدر الشراكه بشكل فظيع جدا. والله وانت بتتكلم في نقطه مهمه جدا. انا عايزه اعرف انت امتى ادركت ان انت يعني راجعت نفسك في الموقف اللي انت عملته ساعتها؟ بعدها بيوم ورحت واعتذرت وقلت انا اسف. الشراكه دي فضلت لحد سنه 2012، فابتدت 2006 وخلصت 2012. بس من 2012 ابتديت تاني ابقى لوحدي، بس لاسباب تانية خالص ملهاش دعوه بان انا كنت شايف ان المجموعه مش متجانسه. لا، كنا ماشيين كويس قوي، بس ساعات الفكر بيختلف، وساعتها انا كنت بفكر بطريقه مختلفه شويه، او خلينا نقول I had very aggressive plans. خطر، يعني عايز تكبروا بسرعه مثلا، او والسرعه اللي انا كنت بفكر فيها ما كانتش ممكن تناسب الناس كلها. فعشان كده فضلت ان انا ابتدي بدايه جديده لوحدي. طب خليني اسالك هنا بمناسبه ان احنا فتحنا موضوع شراكات وبعدين نكمل رحله الخساره. انت تفضل دلوقتي بقى بخبرتك موسى دلوقتي النهارده، تفضل الشراكات ولا انك تعمل بروجكت لوحدك؟ لا دلوقتي وبحجمنا كنت افضل ان انا يبقى عندي شريك فعلا 1,000,000%. مع ان حد غيرك يقول انا خلاص كبرت انا مش محتاج شراكات يعني. بس مفيش حد بيكبر. صحيح. مفيش حد بيكبر بحجم تقولي ان انتي وصلتي لحاجه من غير شراكات. ساعات الشراكات دي على فكره، احنا الشركه دلوقتي ما بين 90 و100 موظف ما شاء الله. انا بعتبرهم شركاء اكيد، حتى لو مش شركاء على الورق، بس هم شركاء في نجاح كل يوم. صحيح. واللي يقول لك ان هو يقدر يشتغل لوحده او يقلب الدنيا لوحده، متهيألي هو مش شايف بكره يعني. صحيح. يعني انت بتفضل الشراكات مش بس عشان الفند او الفلوس او التمويل، لا كمان علشان يبقى في وجهات نظر معاك، حد شايف معاك مظبوط كده 1,000,000%. وحد يختلف معاكي، وحد صح. يوافقك، وحد تميلي عليه، وحد تحكي له. ساعات بتبقي محتاجه تكلمي حد عايش معاكي نفس الخبرات بتاعت كل يوم ويساعدك في الموضوع دوت. تمام. طيب نكمل رحلة الخسارة. نكمل رحلة الخسارة. خلال بقى برضو هرجع سنة صغيرة. في خسائر ساعات انت مالكيش دعوه بيها خالص. بنفس الشراكة وبنفس الشركة وبنفس الشركة القديمة سنة 2010 كنا جايبين خوليو إجليسياس سيت الدينر في الأهرامات. اوكي. في مايو. قبل الحفلة بيومين واحنا جاهزين يجي لنا تليفون ان الراجل مش جاي. كان عنده حفلة في المغرب
واتخانق مع مدير اعماله او مهندس الصوت بتاعه وقال لك انا انا مش مش جاي، جاي. وراح طالع على بيته. يا نهار ابيض. واحنا كنا ساعتها برضو مهما كنا صغيرين، يعني 2010 دوت برضو كنا من 14 سنه، فده عمر صحيح. يعني. طب نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ طب نكلم مين؟ طب نطلع له بيته؟ طب نهديه؟ طب كذا 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 كذا. طب الناس هتقول علينا ايه؟ انتوا كنتوا خلاص خدتوا فلوس التيكتس وكده؟ سولد اوت كونسرت 1500 شخص، سيت الدينر. لا احنا مستنيينه يجي بالليل يعمل بروفا. فانا جاهز، ومعنا سبونسرز ومعنا. وبرده دي كانت من الحاجات الفارقه. تجاوزتوا الموضوع ازاي؟ يعني ازاي حليتوا المشكله دي؟ بصي احنا خسرنا خساره ماديه مش قليله، بس الكونسرت حصلت في شهر 10، فهو الراجل عمل لنا بوست او عمل لنا فيديو وقال انا مش هقدر اجي دلوقتي، بس اوعدكم ان انا هاجي في اخر السنه. اوكي. واكد كلامه وجه في شهر اكتوبر، بس ساعتها احنا خسرنا في ساعتها. اكيد طبعا. فدي برضو كانت من الخسارات او من الخسائر بالنسبه لنا الماديه، بس مالكوش ذنب فيها. مالناش ذنب فيها. صحيح. انا عارف انت نفسك تروحي فين. انت نفسك تروحي لا خالص والله، ده انا عايزه اسمع. بس هنروح له. لا ده والله قصص كلها يعني كلها فيها اكسبيرينس برضو، ان يعني ازاي كمان الواحد لما يقابل ده تحدي كبير قوي، ان ايفنت كبير زي ده وانتم مستعدين ليه وكل حاجه، دي حاجه كبيره جدا برضو، مش سهله ان اي حد يعرف يعديها ويتجاوزها يعني. بصي انا عايز اقول لك على حاجه، دايما الخساره بتعتمد على الاستعداد. انت مستعده قد ايه، وانت داخله البيزنس ده عشان ايه، ده يفرق معاكي قوي. مستعده ماديا ولا نفسيا ولا ايه بالظبط؟ مستعده كل حاجه. النهارده وفي واحد ربنا يديله الصحه يعني، صديق عزيز، لما كنت ببني الشركه قال لي موسى اهم حاجه في الموضوع عشان تبني شركه لازم يبقى عندك مطبخ قوي جدا. المطبخ هو اللي بيأهلك لكل حاجه بعد كده. بمعنى ايه عايز عندك مطبخ قوي جدا؟ مطبخ يعني انت عندك الادارات المناسبه، وعندك الكاليبرز والاشخاص المناسبين، عشان اي وقت يحصل فيه دروب، يحصل فيه شغل زياده، صح، يحصل فيه اي حاجه، تلاقي ناس بتصدق معاك. في ناس بترمي الفوطه بدري، وفي ايمجز كده بتيجي على الانترنت دمها خفيف قوي، اللي هو واحد بيقعد يحفر 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 يبقى فاضل في اخر حاجه ويمشي. وهو لو كان حفره بس كده كمان كان خلاص هيوصل للحاجه، كان هيوصل. صحيح. فهو قرار. وانا في كلمه جدا انا بحبها جدا 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 جدا، اليقين. صحيح. ولازم ما يبقاش فيه زهق. هو ربنا ما خلق لناش الدنيا ان هي كل يوم تبقى حلوه. صح، اكيد طبعا. بس بيشوف انت قوتك في التحمل، قوه ايمانك. صحيح، قوه ايمانك قد ايه. وده شويه وهيوصلنا بقى للأزمة الكبيرة. إن احنا عارفين ان انت يعني مريت بأزمة كبيرة قوي في 2015 اعتقد. بالظبط. يعني أزمة اعتقد انها ممكن لا قدر الله كان حد بعدها زي ما قلت كده بنفس المصطلح يرمي الفوطة ويسيب كل حاجة وما يقومش تاني. كلمنا ايه اكتر عن الأزمة، واهم حاجة بقى انت ازاي الحمد لله بفضل الله عرفت ان انت بعدها تقوم. طيب ممكن نبتدي. هي طريقة إدارتك لشغلك هي اللي بتأهلك بعد كده للحلول. ازاي بقى؟ وده اللي حصل لنا غصب عني وانا مش عارف. وفي فيلم حلو قوي للناس اللي بتتفرج عليه اسمه Pay It Forward. معرفوش حقيقة. ده بتاع كيفن سبيسي، الراجل لطيف قوي. ما معناه ملخص الموضوع؟ كل لما تعرفي تساعدي حد ساعديه وما تتأخريش. صحيح. هتترد بشكل انت مش فاهمه، مش متخيل. صح. فموضوع بصراحة الغيرة اللي في الشغل الزيادة،
كره الخير للاخرين مم. ساعات بيخلوا الواحد يتردد في المساعده. مم. صحيح. ودي بصراحه عموما بتتاخر مش بتقدم. صحيح. فاحنا 2015 حصل لنا كارثه صغيره كده، بس هي كارثه كبيره ادت ان احنا نخسر كل حاجه امتلكها. كل حاجه معنى كل حاجه. كان ايه اللي حصل بقى؟ انا عندي مسرح وكان جايبين شو من بره، وللاسف نظرا لبعض التكنيكال ايشوز خلينا نسميها كده، الشو ده ما حصلش. بمساعده بقى بعد كده المكان اللي انا كنت فيه، بمساعده اصدقاء كتير جدا جدا، بمساعده التيم بتاعي في الشغل، قدرنا نعدي خساره ابتدت مثلا بحوالي 8 ل 10 مليون جنيه. وبعد كده بسبب حبه حاجات حصلت وصلت تقريبا تضاعفت. اخدت مننا من 2015 لحد اخر 2018 3 سنين تو ريكفر عشان نرجع اصحاء. تمام. 3 سنين دول عدوا ازاي يعني؟ عدوا كويس جدا. عدوا كويس جدا. اليقين تاني ان في ربنا هيعدي اي حاجه. صحيح. وفي ناس حواليكي معاكي في اي حاجه. صحيح. انا التيم بتاعي ورايا في اي حاجه. فده بيخليكي بعد كده تتأهلي بشكل كويس قوي. دايما عندهم قول كده لطيف قوي، ارمي بس يا ريس واحنا وراك، هاتوا مالكش دعوه. طب حلو قوي ان انت موصل الناس اللي معاك ان هم عندهم يعني مش بس بليفرز معاك في نفس البروجكت، لا دول كمان يعني لويال قوي وواقفين في ظهرك. ممكن برضو تقول لنا ايه التريكه اللي انت عملتها عشان توصل موظفين ما شاء الله يبقوا كده؟ الموظفين هم شركاء. صحيح. ولازم يتعاملوا على الاساس ده، ولازم حقوقهم تبقى مظبوطه. بصي هقولك على حاجه، ما اقدرش اقول حاجه معينه لان انا مش راجل بتاع HR يعني وموارد بشريه. بس اقدر اقولك ان انا ربنا بارك لي في اختياراتي في التيم بتاعي. طب الحمد لله. واضح ان اكيد برضو عندك ليدرشيب مخليه الناس ما شاء الله يعني واقفه في ظهرك يعني. فدي برضو حاجه ساعات بنقول انها بتبقى نعمه من عند ربنا يعني. هي نعمه 100%. صحيح. نعمه 100%. صحيح. ده حقيقي. نكمل ونروح لحكايه كمان. برضو نفس المكان اللي انا عامل فيه المسرح كان عندهم فرصه لطيفه جدا 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 ان احنا نعمل مشروع تاني مختلف ليه دعوه بالاكل والشرب. يعني مطعم ولا لا اريا فيها مطاعم، اريا اسمها اون ويلز. وده كانت نظريا كان اول كونتينرز وفود تراكس بارك تتعمل في مصر في الوقت دوت. والله ده كان في سنه كام؟ ده ابتديناه 2018 وبعدين 2018 2019 تقريبا في الوقت دوت. البروجكت ده سنه برضو، وبعدين للاسف ما نجحش برضو. ده قعد مده سنه وبعد كده فشلنا فيه جدا. بس احنا فشلنا فيه اداريا، يعني فشلنا فيه ان احنا ما كناش عارفين حاجه زي دي المفروض تدور ازاي. بعد كده في بروجكتس تانية ناجحه جدا 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 مع ناس انجح مننا يعني ربنا يبارك لهم. خدوا نفس المكان يعني؟ لا عملوا بروجكت شويه نفس البيزنس موديل يعني كفكره الموديل بسكيل اكبر بكتير ونجح اكبر بكتير. بس احنا انا ما اعتبرتش ان ده خساره خالص، لان احنا فعلا النهارده لما نحب نعمل حاجه شبهه هتبقى عارفين كل تفاصيله بشكل فظيع. اتعلمت منه. طيب متعلمه. بص مفيش حد انت ممكن تخسري فلوس بس عمرك ما بتخسري كل حاجه علم. فدي ده الفرق بصراحه. فازاي تاخدي جزء
السلبي من الموضوع او الجزء الداون تايم منه لحاجه تفيد بعد كده. احنا كده تقريبا خلصنا يعني مشوار الخساره. عايزه اسالك، بما ان انت اتكلمت عن دور التيم بتاعك في حته نقطه مهمه، اختيار التيم. في مدرستين، في ناس تقول انا بختار الناس اللي تشتغل معايا على اساس الاتيتيود بتاعهم، على اساس المورالز بتاعتهم، اخلاقياتهم، مش مهم خالص هم عندهم اكسبيرينس او خبرات ولا لا. وفي مدرسة تانية تقول لا، انا لازم اختار ناس عندها اكسبيرينس في المجال، ومش مهم خالص اتيتيودهم، انا كده كده عامل الكالتشر بتاعتي اللي بتتفرض على الجميع. انت بقى من انهي مدرسة، وبتختار على اساس ايه الناس معاك؟ انا من انصار المدرسه الاولانيه. الاتيتيود بقى والمورالز. انا احب الناس تجي لنا، ما عنديش مشكله ان ما يبقاش فيه سنين خبره كتير لو بنبني جيل. وده خدي بالك، ده بيفرق قوي انت مين جاي امتى. لو النهارده انت عندك ماتش بكره وعندك مكان فاضي، يبقى انت عايزه حد يلعب ماتش بكره، لازم يجي بخبرات، حد مهم، صح. لكن لو النهارده انا عندي وقت، احب ان انا تعلم حد. مش عايز اقول لك ان احنا عندنا مدرسه، بس احنا يعني من اللي بنسمعه من العملاء بتوعنا ومن الناس اللي بتجيلنا، يقولوا لنا احنا سامعين ان انتوا عندكم طريقه معينه. طريقه معينه ازاي بقى يعني؟ لا مفيش والله. بصي، انا من انصار النظريه بتاعت زمان اللي هو العميل دايما على حق. صحيح. واحنا طريقتنا في الشغل مختلفه، احنا بنعتمد على الفوليوم. فلما هنا الفوليوم دوت بيبقى تحت ضغوط فظيعه طبعا. في ناس ما تقدرش تتحمل دوت. صحيح. فلما التيم بيبقى بادي معاكي من الاول شويه، بيشوف دوت، وبتبقى هي دي الكالتشر بتاعي. فهو دي نظريه الكالتشر عندنا. بيجي وقت بنحتاج نغير التكنيك، بنحتاج كده طبعا. فاحب المدرسه الاولانيه، بس ساعات بنروح للمدرسه الثانيه في اوقات معينه مش كتيره. تمام. في مره سمعت لك كلمه ان انت شايف من وجهه نظرك ان البرايفت بزنس بيشيب، انت قلتها كده ليترالي. الناس شايفه ان اللي بيعمل برايفت، انا عايزه اسيب الوظيفه، انا موظف، انا عايزه اسيب الوظيفه واعمل برايفت بزنس عشان ارتاح. دي كده حاجه متناقضه خالص مع اللي انت قلتها. انت ليه قلت كده؟ البرايفت بزنس على بصي، هو على حسب. هل هو هيبقى شغلك ولا هل هو رفاهيه؟ لا، شغل طبعا. لو هو رفاهيه يبقى بكره اي حد نفسه يعمل برايفت بزنس يبقى مناسب. لو هو شغلك الشاغل، متهيألي ده هيبقى متعب. مش متعب وحش، هو متعب ريوردنج، هو متعب وجاي على تضحيات معينه. صحيح. لحد ما بتوصلي ان شاء الله لدرجه ترتاح مع ده، او ممكن يعني انا برضه من البالانس. انت بتؤمن ان في ورك لايف بالانس لحد عامل بزنس المفروض يبقى فيه، بس انا فاشل فيه. انا مش قادر اعمله لسه، عشان احنا كل شويه بتجيلنا فرصه بتشالنج جديد، واحنا بنحب التشالنجز كل شويه، فمش لاحقين بصراحه. بس عشان الواحد يقدر يعيش لازم يتصرف ويخلق البالانس دوت. هو مهم، بس هو فعلا معادله صعبه. يعني انا ندام ما بشوف حد قادر يعملها. بصي، هو صعب، بس برضو انت عايزه ايه يعني. في ناس بتحب، لا في ناس ناجحه جدا فيه بتعمل، وشفت له بصراحه امثله. احب جدا 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 ان انا اكون اقدر احقق دوت. بس المشكله ان احنا غصب عننا ساعات بنشوف ان اعتماد بعض العملاء علينا بشكل قوي وبشكل مستمر بيخلي المسؤوليه عندنا احنا اكبر. صحيح. واحنا بنفضل ان احنا نكون على قد المستوى الثقه ديت يعني.
هسألك سؤال أخير. أنت شايف إن الإيجو في بعض الأحيان ممكن يخلي رائد الأعمال أو البيزنس مان وصل لمرحلة إن هو يعني يوصله إن هو يفشل؟ نظريتي انا المتواضعه اه ونظريتي انا المتواضعه اقول ان انا كنت هوصل لدوت. ازاي بقى؟ اللي حصل لي متهيألي ودي انا متهيألي قلتها قبل كده بس مش عايز اكون بكرر كلامي، بس يعني مهم ان انا اقولها. اللي حصل لي في 2015 انا كنت بقول ان ربنا بيحميني من نفسي. ازاي يعني انت كنت واصل لمرحله ايجو انا عالي؟ كنت ناوي اوصل لدرجه من الغرور كاني ماشي ملك، ومقتنع ان ربنا بصراحه يعني اكرمني باللي حصل لي دوت عشان يقول لي لا اتعلم او اهدى شويه. ولا اذكر ان من بعدها رقبتي طولت شويه زياده يعني. بفتكر وده كان من يعني انا ده بالنسبه لي كان من احلى اقوى دروس ممكن تحصل لواحد في حياته. ده حقيقي، ده حقيقي فعلا. هو لو ربنا بيحب حد فعلا هيديله الدرس ده، وبيبقى درس قاسي جدا، بس فعلا يعني لازم الواحد يتعلمه ان هو لا، هو في الاول وفي الاخر الناس بتفتكر انها ناجحه بشطارتها بمهارتها بذكائي، لا، وفي الاخر توفيق. هو ربنا مسدد خطاك، ربنا نور لك بصيرتك، فهو ربنا ساعات بيبقى عايز ينور الحته دي عند اللي بيحبهم. بصي هو انت لو سالتي حد هو يعني ايه نجاح، هو كل الكلام اللي انت قلتيه بتبتدي طبعا بربنا. بالظبط، صحيح. وفيها حظ، وفيها شغل كتير من الشخص، صحيح، اجتهاد كتير، وفيها سبورت سيستم من كل حد حواليكي، صحيح، في البيت، في الشغل، في عيلتك، في العملاء. هي منظومة على فكرة كبيرة قوي. وما ينفعش واحد يفتكر ان ده دايم. صحيح. دي لازم تصحي كل يوم الصبح يبقى الاتيتيود كأنك بادية اول يوم. حلو ده، بس الحلو ان الواحد يفكر نفسه كل يوم بحاجة زي كده. ما فيهاش. ما هقول لك على حاجة، اللي بيقرأ كتير يقول ان الدوام الحال من المحال. صحيح. في ناس انجح مننا بره كتير جدا بيخسروا كل حاجة في يوم. بالظبط، صحيح، بنشوف كتير كده. لازم يبقى عندك الاحساس ده. صحيح. وفي ناس تقول لك انا عنده فلوس كتير قوي. مفيش فلوس ما بتخلص. مفيش فلوس ما بتخلص. انت مين وعايزه تبقي ايه ودايما لازم العربيه تقف لما المشوار يخلص. والمشوار يخلص ده لما الواحد بقى نفسه يتقطع؟ لا، مش ايه، لا، يبقى قرارك ان دوت it's time to step down. طول ما انت راكبه العربيه وسايقه لازم كده. الجيرني دي بقى كلها فيها فوق فيها تحت وفيها تحت. طب عايزه اسالك على حاجه انت قلتها دلوقتي. امتى الواحد يقرر من نفسه ان انا فعلا لا I have to step down، انا هوقف؟ لو هو ماشي في مشروع او ماشي في حاجه، في قرار او كده يعني. to step down من حاجه ويبتدي حاجه تانية. لو رجعنا بالوقت بتاع المجلات لما كنا بننشر المجله بتاعت الاستاد، بصراحه احنا جينا على نفسنا عشان احنا كنا حابين الحاجه بس تعاملنا معاها بتعامل غلط. يعني لو انا الزمن يرجع بيا لسنه 2004 لما ابتدينا المجلات، يمكن سنه 2007 كنت المفروض اقفلها فعلا. بس نظريه لا ان شاء الله بكره احسن، لا ان شاء الله اكيد الشهر الجاي الناس مستنيانا لازم تتحسب مظبوط قوي. صح. ولازم يبقى كل واحد صادق مع نفسه جدا. صح. جدا جدا جدا. الناس ساعات بتقنع نفسها غلط للاسف عشان موضوعين. واحد عشان هي
بتحب الحاجه جدا، صح، بتقع في غرام الحاجه فانت لما يو جوت اتاتش ليها لدرجه كده. صح بالظبط. وفي حاجه تانية بقى مهمه قوي، ودي بقى المشكله الاكبر بكتير من حب الحاجه. ايه بقى؟ الخوف من اللي حوالينا. من يعني الناس تحكم عليك، هيقولوا عليا فاشل. طب ما دي حاجه صعبه. لا لا honestly حاجه صعبه. ممكن اقول لك على حاجه، هو مين اللي هيقول عليكي فاشل؟ الناس. ناس مين؟ الناس بيبقوا اقرب الناس ليك. هيقولوا ايه؟ هيقولوا ان انت فشلت. حلو قوي. اوقف نزيف النهارده خسائر، ولا اكمل بيه سنه وسنتين وثلاثه واخسر كل ما امتلكه عشان كلام الناس؟ عشان كلام الناس. صحيح. الناس لازم لما يبقى في مشكله زي ما بيقولوا كده، خطوات الحلول الواضحه والصريحه، نقف مع نفسنا ونتفق ان في مشكله. الاعتراف ان في مشكله ده اول حل، بدايه الحل. ايه الاختيارات؟ لازم لو الواحد بصراحه اتاتش لحاجه قوي، لازم يجيب حد يثق فيه جدا 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 يسأله جدا ويقول له، والحد ده لازم يكون محايد جدا وعنده بزنس سنس. لان انا النهارده لو رحت لاي حد قلت له ايه رايك اعمل كذا، يقول لي اعمل كذا. صحيح، لازم يكون عنده على الاكسبيرينس يعني وبزنس سنس. لا ده ممكن يبيك اب. طب نبص الامثله مماثله، لقينا الدنيا ماشيه، يبقى يمكن انا عندي غلط في حاجات فمحتاج اصلح حاجات. فمهم قوي كمان يبقى في منتورز. صح. فانا لحد الوقت الحالي انا عندي منتورز فعلا، دي مهمه جدا. والمنتور ده ما يبقاش انترستد في شغلك قوي على قد ما هو عنده نوليدج كبيره قوي وعنده اكسبوجر كتير قوي وعنده اكسبيرينس كبيره جدا. صحيح. ده اللي يخلي كلامه حتى لو هو مش ريلاتيف اللي انت بتعمليه بالظبط، بس هينور لك اي اوبنر لحاجات تانية كتير. صحيح. ده حقيقي. والله انا مبسوطه جدا بالكلام اللي انت قلته النهارده، وكمان اكتر حاجه كمان لنكت معايا حاجه انت ما قلتهاش بشكل صريح بس لمحت لها، بان احنا ازاي نبني سبورت سيستم في الاوقات العاديه علشان وقت الازمات نلاقيها. يعني انت ذكرتها يمكن سريعا، بس انا عارفه انها كان لها دور كبير في ان الواحد يتجاوز الازمات، وان الواحد يساعد الاخرين علشان وقت الازمه يلاقي ناس واقفه جنبه. فحقيقي الحلقه النهارده يعني انا شخصيا انبسطت جدا. بس انا نفسي اقول حاجه لسه. لا بصراحه طبعا اي حد يعني ناوي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يفتح بيزنس، وان شاء الله ربنا يكرم الناس كلها ويبقى بيزنس مثمر جدا يا رب يا رب، لازم يعرف ان الفلوس اللي طالعه من حاجه زي ديت او الارباح ديت لازم يبقى عنده وعي كويس قوي في صرف الحاجات ديت. تمام. يعني النهارده لازم يعمل حساب بكره، لازم يعمل حساب لا قدر الله حصل مشكله. صحيح. ولازم دايما يبقى عنده جاهزيه للموضوع دوت. لو حصل دروب تقصد، او حصل حاجه ازمه كرايسيس كبيره او كده. دايما بقول حاجه وطبعا دي بتتعارض مع ناس كتير. انا مش معنى ان انا بزنس اونر وبالاختلاف، وديت ممكن يختلف عليها ناس كتير، بس انا هقول على جزء خاص بيا. لما تبقى بزنس اونر في ناس يقولك انت ما ينفعش، انت لو انت اللي بتعمل الشغل بتاعك يبقى انت موظف في الشركه مش بزنس اونر. واختلف الموضوع ده لان الناس بتقولك ايه، هل الشركه ينفع تدور من غيرك؟ لو الشركه بتدور بيك يبقى انت راجل موظف، فيبقى انت برضو مش بزنس اونر. بس انا مختلف مع دي، مش معنى ان انا جوه الشركه يبقى انا النهارده يعني انا جزء حاجه صغيره من منظومه، بس ما ينفعش تبقى برضو براها خالص. ليه بقول الحته دي؟ بقول ان النهارده حاول دايما حتى لو في ارباح في الشركه حاول تبقى موظف، يبقى موجود. تقصد يعني دايما ودايما تبقى موظف ان انا باخد مرتب.
الغلطه اللي ساعات الناس انه ما بتغلطها ياخدش مرتب. ان هو تبقى فلوس الشركه فلوسه. فدي نصيحه اخيره، فلوس الشركه فلوس الشركه، خد الجزء اللي مناسب ليك كمرتب او كارباح. بس لازم دايما انا شايف قدامي وشايف سنين وشايف عامل انفستمنت بلان معينه وشايف حاجات كتيره قوي ما تخلينيش دايما اقع ان مره واحده لا قدر الله في اي مشكله الاقي نفسي واقف لوحدي من غير كمان اي سبورت انترنال. هي على فكرة يعني نقطة فاليد وأنا متفقة معاك جدا فيها، وأنا شفت بنفسي يعني شركات لما الفاوندر بعد ما الشركة كبرت وسابها بقى الناس تانية تديرها وطلع براها خالص، شفت ازاي الشركات دي يعني كانت بدأت في الانهيار وحصلت لها مشاكل كبيرة. فأنا متفقة معاك جدا إن لازم الفاوندر يكون له دور. ماشي الشركة تمشي من غير يعني ممكن في سيستم محطوط وتمشي من غيره، بس هو لازم برضو يبقى موجود، ولازم يكون عامل ناس فاهمة دماغه كويس وعارفة البلانز بتاعته. فأنا متفقة معاك جدا في النقطة دي حقيقة، ونصيحة غالية فعلا حقيقة. ربنا يخليك. أنا انبسطت جدا والله، واستمتعت جدا بحلقة النهاردة. انا اتبسطت اكتر وشرف لي ان انا اكون معاكي لا النهارده. شرف لينا حقيقة. وبس اوف لك، انت بتعملي حاجه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتكسر الدنيا. شكرا ليك. ومش بقول كده عشان انا قاعد معاكي بس، يعني محدش دخل في الحته دي قبل كده. محتاجه من حضرتك طبعا مجهود كبير جدا برضو. الله يخليك ان شاء الله. وان شاء الله برنامج يكسر الدنيا. يا رب، ربنا يخليك يا موسى، ونورتنا النهارده حقيقي. ميرسي.